النهارده كلمت الراجل الجزار اللي بتعامل معاه، وقلت اجيب منه كيلو لحمه يتيم. ايه يا عم الحاج بكام؟ قال لي اصله ب 450. قلت له ليه؟ ده انا زبونك. قال لي عشان انت زبوني نمشيه ب 440. قلت اللهم امين. وخلصت شغلي وعلى اخر اليوم بتصل بيه، ها ايه النظام؟ قال لي لا يا استاذ انا اسف، صاحب المحل اتصل بيا وقال لي ما تطلعش ولا كيلو غير ب 480. قلت له ايه؟ يعني هو زاد 40 جنيه في خلال ساعتين؟ قال لي اه. قعدت افكر شويتين، ما هو انا اللي غلطان، ما انا كان المفروض ان انا ادفع له عربون لكيلو اللحمه علشان اقول له التزم معايا بالاتفاق، او كان المفروض الواحد يتصل باهله وقرايبه واصحابه ونعمل جمعيه مع بعضينا، واكلم الست واقول لها بقول لك ايه، بيع حتتين الذهب اللي لسه عندك فاضلين، ونروح جايبين مثلا 100 كيلو 150 كيلو، كنت خزنتهم في اي حته، وكمان ساعتين رجعت كسبت في الكيلو اكتر من 40 جنيه. 100 100. في احسن